ازاي اعرف ان انا عندي حساسيه من الجلوتين؟ اول حاجه بعد ما اكل اي عيش ابيض او كرواسون او غيره ممكن يظهر لي اعراض من اللي انا هقولها دلوقتي. اول حاجه يبقى عندي غازات، اسهال، امساك، وجع في البطن، او حتى مغص شديد يخليني اخد دواء معين عشان يهديه. تاني حاجه ممكن يبقى عندي صداع كبير جدا، وفي نفس الوقت يبقى عندي حبوب في وشي بدات تظهر عليا كل ما اكل وجبه فيها كاربز زي الحاجات اللي انا قلتها في الاول. ممكن برضو الاحظ عندي ارهاق على طول والم في المفاصل، او حتى التهابات على طول، والاقي نفسي مش عارفه انام حتى لو اخدت كفايتي من النوم. طيب اتغلب ازاي على الموضوع ده؟ اول حاجه ان انا ما اخدش مخبوزات فيها دقيق ابيض، واروح عند دكتور باطنه عشان يديني النظام الغذائي اللي انا محتاجه، وما اكلش اي حاجه من بره الا وانا عارفه مصدر الدقيق اللي فيها ايه. يعني مثلا البيتزا اللي بره اكيد مش تبقى معموله من الدقيق الاسمر او الدقيق اللي هو فيه الحبوب الكامله. وطبعا كتير جدا في السوبر ماركت دلوقتي في عندنا منتجات الجلوتين فري. قولوا لي في الكومنتس لو انتوا عندكم حساسيه الجلوتين ولا لا.